كرة القدم قليل جدا لما بنلاقي لاعب موهوب ولسه مراهق يخلي العالم كله يتكلم عنه. قصتنا النهاردة عن لامين يامال. قبل ما نبدأ اخبط لللايك كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا. في 13/7/2007 في مطارو، وهي دي مدينة صغيرة جنب برشلونة، من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، بيتولد الأمين جمال منير نصراوي، بالإسباني اسمه لامين يامال. في الشوارع الصغيرة لمدينة مطارو كان لامين يامال مهووس مجنون كرويا، بيلعب بالكرة طول اليوم، وكان عنده 5 سنين. أبوه منير نصراوي لاحظ الموهبة الجبارة بتاعته دي، وبدأ وقدم له في أول نادي ليه، نادي لا توري، عشان بعد كده في 2014 وهو عنده 7 سنين يروح. وفي صيف 24 شارك في أول بطولة كبيرة في مسيرته، بطولة أوروبا اللي هي اليورو في ألمانيا. وفي البطولة دي أبدع، لعب 6 مباريات، صنع 13 هدف وسجل هدف عالمي في نص النهائي قدام فرنسا، وساهم بشكل كبير في تتويج إسبانيا باليورو بعد الفوز على إنجلترا، وجا أصغر لاعب يتوج أوروبا في التاريخ اللي هي اليورو. نرجع لمشاركة يامال مع البارسا، وبيبدأ موسم 24/25 ليامال بموسم تاريخي للإسباني، لأن يامال قدر يفوز بالدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك، وقدر يوصل فريقه لنصف النهائي، ولكن بيخرجوا على يد الإنتر ميلان، لأن يامال كان واحد من أهم مفاتيح الفوز، سواء لصناعته أو سرعته أو مهاراته. علشان يلعب يامال 55 مباراة في جميع المسابقات، ويسجل 21 هدف ويصنع 9 أسيستات. أما عن الإنجازات الفردية فيامال أخذ أفضل لاعب شاب تحت 23 سنة من الدوري الإسباني، وأفضل لاعب في العالم من صحيفة ماركا، وأفضل صانع ألعاب جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم جائزة الفتى الذهبي. وبكده نكون خلصنا قصة. ما ننساش تعمل لي لايك واشتراك، واكتب لي من الأسطورة اللي جاية اللي عايزين نعمل، واشترك في القناة لأننا بنعمل تحليل وقصص وسلام. لاعبين.